كتير مننا عارف برنامج النوتس اللي موجود أصلي في الآيفون سواء الآيباد أو حتى الماك. كل أجهزة أبل عادة موجود فيها برنامج نوتس، بس قليل مننا بس اللي يعرف الاستخدام بتاعها الكامل الاحترافي اللي يخليك فعلا تستغنى عن برامج ممكن تكون بتدفع لها فلوس علشان تعمل لك حاجة هي اوريدي موجودة عندك مجانية نازلة في الآيفون بتاعك أو الآيباد أو حتى عندك في الماك. اول حاجه وهي الوصول السريع للملاحظات. ميزه الوصول السريع للملاحظات بتخليك تفتح اخر النوتات اللي اشتغلت عليها من غير ما ترجع للقائمه الاساسيه. يعني زي مثلا لو عندي انا فاتح نوت زي كده وعايز ارجع لنوت تانية انا كنت شغال عليها، بدل ما ارجع للقائمه الرئيسيه كده واقعد ادور عليها وادوس عليها وافتحها وانا داخل جوه النوتس، هدوس على الثلاثه دوت اللي فوق على اليمين كده. اول ما ادوس عليها هختار الريسنت نوتس. اول ما ادوس على الريسنت نوتس هيفتح لك قائمه زي دي فيها كل النوتس اللي انت فتحتها قبل كده. تقدر بكل بساطه ان انت تدوس على النوتس بس وهينقل عليها. تاني حاجه وهي انك تعمل ملف PDF جوه النوتس قابل ان انت تبحث عن اي كلمه فيه. صفحه الويكيبيديا دي انا عايز اخليها PDF جوه النوتس. تعمل ايه؟ اول حاجه هتدوس على الثلاثه دوت اللي تحت هنا كده، وبعدين من هنا هتدوس على شير، ومن شير هتنزل تحت برنت. هيفتح لك الشكل دون. لو بصيت تحت هنا هتلاقيه جمع لك الصفحه كلها اللي انت كنت فاتحها، كل دي PDF. هتعمل زوم على الصفحه نفسها بالشكل ده. زرار الشير اللي تحت على اليمين دون هتدوس عليه، ومن هنا هتدوس على النوتس، وبكل بساطة هتختار ايه النوتس اللي انت عاوز تسيف فيها الفايل دون وتدوس سيف. لو جينا رجعنا على النوتس بكل بساطة هنلاقي اتضافت بالشكل ده جوه النوتس نفسها. لو جينا انا بحثنا هنا في السيرش اللي تحت دي كده، لو جينا ندوس الكعبة لان هي كانت بتتكلم عن الكعبة، لو لقينا هنا جينا اتاشمنتس هو هنا ظهر اهو الكعبة، واقدر لو دوسنا عليها كده هيفتح لي PDF اللي احنا لسه منزلينها. وتالت حاجة وهي انك تضيف روابط او لينكات جوه النوتس نفسها بالطريقة دي. هتيجي هنا في الحتة فاضية وهتدوس كليكاية، هيظهر لك البوب اب. من هنا هتدوس على السهم دون وهيظهر لك الاوبشنز دي. من هنا هتدوس اد لينك. اول حاجه فوق هنا وهو URL. تاني حاجه وهي النيم، انت هتسيف اللينك دون تحت اسم معين. لو جينا مثلا عملنا هنا بيست لللينك ده وجينا هنا في النيم عملنا يوتيوب فيديو مثلا، لو جينا دوسنا صح هنلاقي اتضافت هنا يوتيوب فيديو الكلمه وتحتها الخط الاصفر. لو دوسنا عليها هينقلنا لللينك اللي احنا كنا لسه حاطينه. طيب انا عاوز مش الكلمه، انا عاوز الصوره بتاعه اليوتيوب نفسها يظهر بدل الكلمه. هتيجي هنا عند الكلمه هنا وهتدوس عليها كليكه طويله بالشكل دون. وتحت هنا لو جينا بصينا تحت خالص شو لينك بريفيو، لو دوسنا على الشو لينك بريفيو هنلاقي الكلمه اتحولت بعلامه البلاي والاسم تحت. ده فيديو البلاك ماجيك كاميرا، اللي ما اتفرجش عليه يا ريت تتفرجوا عليه، مهم جدا جدا. اول حاجه انك انت ممكن تعمل سكان ويحول لك الورقه اللي انت عملت لها سكان لتكست او لPDF عن طريق ان انت لو دوست هنا على العلامه دي كده هيظهر لك كل الحاجات اللي انت ممكن تعملها. هتلاقي اول اتنين سكان تكست وسكان دوكيومنتس. في سكان تكست دي هو هياخد التكست بس اللي موجود في الصفحه. جبنا الورقه دي عملت سكان للتكست هتلاقيه فتح الكاميرا اللي ورا تحت كده بالشكل دون. انسيرت، هيظهر انسيرت هنا ظهر، دوست على انسيرت بالشكل كده. التكست ده قابل ان انا اعدل عليه. انا بقى مش عايز كده، انا عايز الورقه دي تتعمل لي PDF. وهو ان انت لو دوست على سكان دوكيومنتس من هنا هيفتح لك الكاميرا اللي فوق. هو هياخد الصوره لوحده اول ما يلقط الكلام. بكل بساطه انت هترفع التليفون وهو خد الصوره من غير ما ادوس وسيفها. لو تمام هتدوس على علامه الصح اللي فوق هنا كده، ولو لاحظنا هنلاقي خد الصوره PDF اهي سكاند دوكيمنت وهنا المساحه بتاعتها واتسيفت عندنا PDF. خامس حاجه وانا بسميها تطبيق العناوين بالتكست اللي تحتها بالشكل ده. لما يكون عندك تكست زي كده وعندك الهيدنج والتكست العادي، تقدر لو انت دوست على الهيدنج على الشمال هنا كده دوسة، هتلاقي فيه سهم صغير كده نازل لتحت. لو دوست عليه هيطبق جواها التكست اللي موجود بالشكل ده. تقدر لو دوست عليها كده هيفتح، ولو دوست تاني هيقفل. انت ممكن تستخدم حاجة زي كده في تنظيم الكلام ما بين التايتلز والكلام اللي تحتيه. وسادس حاجة وهي انك انت تعمل شير للنوتس اللي عندك لحد تقدر ان هو يتحكم في النوتس ويضيف يمسح او يعدل عليها.
او مش النوتس بس كمان، لا انت ممكن تعمل له شير للفولدر اللي جواه نوتس كتيره بالطريقه دي. من عند الشير فانت عندك حاجتين، اول حاجه انت هتشير فايل النوتس نفسها زي اللي انا فاتحه دلوقتي دون. اول ما ادوس فوق على زرار شير كده هيظهر لي الصفحه دي كولابريت، فالكولابريت دي انا ببعتها لحد وهو هيعدل معايا فيها. هنا تحت تلاقي only invited people can edit، لو دوست عليها هيظهر لك القائمه دي، هيقول لك مين اللي عايزه ياكسس. طبعا احنا بنختار عاده anyone with the link، يعني اي حد انا ببعت له اللينك يقدر يعمل عليها. وتحت هنا البريميشن، اول واحده وهي كان ميك تشينجز، يعني الراجل ده يعرف يعدل على النوتس نفسها، وفيو اونلي ان هو يشوف النوتس بس، وتدوس صح بالشكل ده وتقدر تبعتها له عن طريق يا اما السوشيال ميديا يا اما الاير دروب. تاني حاجه وهي ان انت تشير الفولدر نفسه. عندنا هنا اللي هو النيو فولدر، ده النيو فولدر اللي انا عامله مثلا هنا، ده انا عايز اشيره، هدوس عليه كليك وجوه الفولدر هلاقي كذا نوتس انا عاملها. مثلا هنا فوق هتلاقي زرار الشير هتدوس عليه، وبهنا انا لو لاحظت ما بين الفرق ما بين التانية ودي علامة الفولدر نفسها، ولما تيجي شاير نوت واحدة بس هتلاقي علامة النوت بدل الفولدر. وسابع حاجه وهي ربط الملاحظات اللي عندك او النوتس اللي عندك لتطبيق الريمايندرز اللي موجوده عندك في الايفون. لو انا عندي نوتس هنا عايز اضيفها للريمايندرز عشان اخلي التليفون يفكرني بالنوتس او حاجه انا كاتبها قبل كده، تيجي على نوتس معينه هنا وهتدوس دوسه طويله عليها وتحرك ايدك كده هتلاقيها خدتها معاك في ايدك، هتطلع من البرنامج وهتخش على الريمايندرز، وهنا هتلاقي علامه البلس ظهرت، هتسيب ايدك كده هتظهر تحت بالايكونز بتاعت النوتس، تقدر ان انت تتحكم في التاسكات، ان انت تخلي الموبايل يفكرك بيها او تخليها قابله للتذكير مثلا عن طريق سيري او كده. وتامن حاجه وهي انك تعمل سمارت فولدر بتنظيم احترافي جدا في النوتس. من فوق هنا على الايقونه دي هنا هيعمل لك نيو فولدر، تعمل هنا اسم الفولدر مثلا لو هنسميه ويب سايت. هنا بقى تقدر انت تدوس ميك انتو سمارت فولدر، لو دوسنا على ميك انتو سمارت فولدر بالشكل ده هيظهر لنا كل الاختيارات والفلترز اللي موجوده هنا دي. زي مثلا اول واحده هي تاجز، مثلا لو جينا دوسنا على التاجز هنا ودوسنا على any selected tags، هنا تقدر تختار تاجز او تضيف تاجز، يعني مثلا هي معموله الورك، لو دوسنا على الورك يبقى هنا حددت الفولدر ده ان هو هيبقى هاشتاج ورك. لو جيت مثلا انا في النوتس العاديه هنا كده ودوست اد للنوتس وعملت هاشتاج ورك وبعدين هدوس صح، لو انا رجعت ورا عند الفولدر اللي انا لسه مكريته الويب سايت ودوست عليه ظهر لي اللي انا لسه عامله دلوقتي اللي هو الورك، لان انا عامل هاشتاج ورك، فانا بقول له جمع لي كل حاجه موجوده في النوتس تحت اسم هاشتاج وورد حطها لي في الفولدر ده. وتاسع حاجه واللي قبل الاخيره وهي انك انت تعمل المونو ستايلد تكست، ان انت تكتب تكست او اكواد في النوتس بطريقه احترافيه. بكل بساطه هنيجي هنا عن صفحه فاضيه وبعدين هتدوس على تحت هنا، اول ما تيجي تدوس كده على الكتابه هتيجي هنا تلاقي علامه الايه التكست، هتدوس عليها ومن هنا هتختار اخر واحده تحت خالص واللي هي اسمها المونو ستايل، وهيظهر لك البوكس اللي ظاهر هنا كده. بكل بساطه هتدوس على البوكس دون، وانا كنت واخد كوبي لكود معين فهعمله بيست هنا كده هيظهر بالشكل ده. وعاشر حاجه وهي التظليل والرسم على ملفات البي دي اف نفسها جوه النوتس. البي دي اف اللي انا كنت لسه حاططها دي من شويه ودوست على السهم اللي فوق هنا، لو دوست على كويك لوك اللي فوق هنا دي كده هيفتح لي البي دي اف بالشكل ده. ومن هنا على اليمين تحت خالص لو دوست على الزرار اللي عليه علامه القلم دون كده هيفتح لي الصفحه المشهوره بتاعه الاقلام والتظليل والتلوين. كل ده اقدر ان انا لو عملت زوم هنا وجيت عايز مثلا اعمل مارك بالاصفر على الكلام اللي مكتوب هنا بكل بساطه هدوس عليها كده دوسه مره كمان، اقدر اتحكم في السمك بتاعها بايدي كده، اعلم على الكلام ده كده علم لي على البي دي اف بالشكل دون. اقدر انا بقى اكتب بايدي، ممكن لو انا معايا قلم خارجي انا جايبه للايفون اقدر انا كمان اكتب، او ان انا يبقى معايا حريه اكتر في التعديل. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. قول لي من العشر حاجات دي ايه الحاجات اللي انت ما كنتش تعرفها واستفدت منها، واتمنى ان اكون انا فدتكم في الحاجات دي. واللي عنده اي استفسار او اي معلومه عايز يسال عليها او حتى ميزه احنا قلناها في الفيديو مش شغاله عنده يبعت لي وهرد عليه على طول في اقرب وقت. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.